شنو بس لا بعدك تسوين حلاوة الشعرية على الطريقة القديمة. هاي صدق تحجين؟ تعالي خلي أعلمك الطريقة الجديدة، وراح أسويها اليوم بعد الفطور، وراح تعتمديها بالأيام العادية، لأن الحلو بيها سهلة وسريعة. ولا تنسون تخلون القلب أحمر، هو قلب وخلوه أحمر. شوفوا لي شكلها وقوامها. ما أطول عليكم أكثر، يلا خلينا نبلش بالطريقة. أضيف 100 غرام من الزبدة، بعد ما تذوب أضيف عليها كوب من الشعرية، وبعدين أقلبها وأظل أحمس بيها. وبعد ما شوية تبدي تشقر عندي أضيف عليها ربع كوب من السميد، وأحمسهم سوا، يعني أظل أحمس الشعرية والسميد سوا. وبعدين أضيف رشة من الهيل، وبعد ما أصل لهذا القوام المطلوب وصل عندي بهذا الشكل الجميل، أضيف عليها 4 أكواب من الماء. طبعا هنا الأكواب عندي قياسية، دائما أقيسها بكل وصفاتي حتى تطلع عندكم الوصفة مضبوطة. طبعا ما أنسى كوب من الشكر ضفت عليهم. وهسه أغطي الجدر، بعد ما حركتها أغطي الجدر وأتركها إلى أن تتهدر عندي شي ربع ساعة.